ساعات قبل ما تبدأ تشتغل على حاجة جديدة بيجيلك إحساس بالخوف، ساعات ممكن تبقى شاكك في نفسك أصلا، هل ممكن توصل للحاجة دي ولا لأ؟ هل الحاجة دي ممكن تحصل ولا التوقعات دي كلها تروح على مفيش؟ طيب ليه الصوت ده بيكون جوه عقلك؟ لأن طبيعة العقل البشري إن هو ممكن يقاوم التغيير أو أي حاجة جديدة في الأول، بيكون عايز يرجعك دايما اللي اتعود عليه، سواء كان الوضع دوت أنت مرتاح فيه أو مش مرتاح فيه، بس كونك اتعودت عليه بيبقى هو ده بالنسبة له الأمان اللي عايز يرجعك ليه. فشعور الخوف ممكن يبقى طبيعي جدا في أي حاجة جديدة أنت بتجربها، بس المشكلة لما يكون الخوف هنا زيادة عن اللزوم، بيكون اتبنى من مواقف حصلت، من تفكير سلبي، من نمط تفكير سلبي في عقلك، من ناس حسستك إنك مش كفاية أو كانت طريقة تفكيرهم متحجمة، نظرتهم للحياة سوداوية، فأنت بدأت تفكر كده. الخوف هنا بيحسسك مثلا إنك مش جاهز، إنك مش كفاية، إن في ناس أحسن منك. بس لو فكرت شوية هتلاقي كل شخص ناجح دلوقتي أو بالنسبة لك مصدر إلهام دلوقتي عدى عليه أوقات حس فيها بنفس الشعور، اللي هو شعور الخوف قبل ما يبدأ حاجة جديدة، هل الحاجة دي ممكن تكمل أو ما تكملش. وفي ناس بيبقى عندها الإحساس ده زيادة بسبب مثلا الظروف اللي حواليهم ما كانتش أحسن حاجة، ولكن كونه وصل للنجاح أو الهدف اللي هو عاوز يحققه، إن هو ما سابش الإحساس ده يسيطر عليه، ما سابش الإحساس ده يحبطه. أسوأ عدو الإنسان مش الفشل، مش إنه يجرب حاجة وتبوظ منه أو إنه يغلط، لا، أسوأ عدو الإنسان هو الخوف والتردد اللي يخليه ما يجربش أصلا، وده اللي بيوصل الإنسان للندم الحقيقي إنه أصلا ما جربش، لأن لما تجرب وتغلط بتتعلم، بتتحسن، بتتطور في حاجة معينة. أما التردد ده أنت استفدت منه بإيه؟ حرفيا ولا حاجة. أنت مش بس واقف مكانك، أنت واقف مكانك خايف، يعني لا حابب الوضع اللي أنت عايش فيه ولا بتعمل حاجة عشان تغيره. طيب هتقول لنفسك أنا لو كنت واثق من نفسي مش هكون خايف كده. طب أنت تعرف الثقة دي بتيجي إزاي أصلا؟ الثقة بتيجي بعد ما تعمل حاجة اللي انت كنت خايف تجربها، مش انك تستنى تبقى واثق، تستنى تبقى جاهز، لا، الثقة حاجة بتبنيها من المواقف دي، مش حاجة انت بتستناها. كل مرة بتجرب حاجة جديدة وانت خايف تبدأها وتعملها فعلا، ده بيدي لعقلك دليل انك تقدر تتعامل مع المواقف الجديدة، دليل ان السيناريوهات السوداء اللي انت بتخلقها في دماغك مجرد وهم. طيب هو كده كده هيكون في خوف من انك تبدأ حاجة جديدة في الأول، أو مثلا شوية قلق، اللي مش طبيعي بقى ان يكون القلق ده زيادة عن اللزوم. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تزود الخوف ده جواك؟ معظم الوقت بتكون دماغك اتبرمجت على كده، من الناس اللي حواليك، من الميديا والمقارنات اللي شغالة طول الوقت، من المجتمع اللي انت عايش فيه. لو انت ما غيرتش المحيط ده وبتقضي وقتك في ايه ومع مين، دماغك هتفضل ترجع للأنماط اللي انت عايش وسطها، هتفضل ترجع للشك والخوف والإحباط واليأس والتردد. حتى وانت بتحاول تكون إيجابي، طول ما انت وسط ناس بتقولك انك مش هتنجح أو ان فكرتك مش واقعية أو انك بتضيع وقت، ودايما عقلهم متحجم، في النهاية طول ما الكلام ده بيتكرر على عقلك أو طول ما انت شايف نمط حياتهم قدامك، غصب عنك عقلك وتفكيرك بيتشكل في طريق تاني بيبقى متحجم زيهم، بتبقى الأفكار السلبية دي والخوف ده مسيطر على دماغك. فما ينفعش تقضي وقتك طول اليوم مع ناس سلبية بتركز دايما على الوحش، على الغلطات، مستسلمة شايفة ان النجاح والطموح مجرد وهم، وبعدين تتوقع نفسك انك تبقى ناجح وحابب حياتك وتحقق اللي انت عايزه. لان الطاقة دي حاجة معدية، الطاقة اللي عند الناس فعلا معدية، فانت على طول بتبقى قدام اختيار، يا اما ان يكون حواليك طاقة سلبية او ان يكون حواليك طاقة ايجابية. هو ده اللي هيغير حاجة جواك، هيغير طريقة تفكيرك شوية. انت كمان برضو بتختار ان يكون حواليك تفكير متفتح ولا ناس تفكيرها متحجم وسوداوي. لو خدت بالك هتلاقي ان الحياة فيها الحاجة وعكسها دايما، والاتنين بيمشوا بالتوازي سوا، زي ما في مشاكل وعقبات في برضه فرص. بس الفكرة انت بتركز على ايه، انت شايف الدنيا من انهي منظور، هو ده بقى اللي بيشكل حياتك، هو ده اللي بيحدد انت هتستغل الفرص ولا هتشوف بس العقبات، بيحدد انت عندك امل وهتكمل ولا شاكك في نفسك وحاسس باليأس. لان انت اكيد مش هتتحكم في كل حاجة، لكن انت تقدر تتحكم في ايه اللي بتسمعه وايه اللي بتشوفه، مين بتقضي وقتك معاه، يومك بيمشي ازاي. عشان تقلل الخوف وإنك دايما شاكك في نفسك وفي قدراتك، لازم تحاول تغير من الحاجات اللي بتتعرض لها وتبدأ تنقل نفسك لحاجات مختلفة، مثلا تقرا كتاب، تسمع بودكاست، تتكلم مع ناس اللي عندها طموح فعلا وبتسعى ناحية أهدافها، تشوف محتوى يشجعك إنك تبني الحياة اللي أنت عايزها، أو محتوى يعلمك مهارة معينة تساعدك. لأن برضو عقلك لما يشوف قدامه كل الحاجات ديت بيبدأ يصدق إن أهدافك وطموحاتك دي حاجة ممكنة، حاجة بتتحقق فعلا، وإن زي ما ناس كتير كانت في نفس وضعك وقدرت تخرج منه، أنت كمان تقدر تعمل كده. نطلع من الكلام دوت بإن الحاجة فعلا اللي هتساعدك إنك تشيل فكرة إنك شاكك في نفسك أو شاكك في قدراتك أو إن الحاجة دي ممكن تتحقق، بإنك تغير البيئة اللي حواليك أو تغير الناس اللي أنت بتقضي وقت معاهم. زي ما بيقولوا أنت لما بتبقى مع ناس ناجحة بتبقى من ضمن الناس الناجحة ديت. لو قضيت وقتك مع ناس ما عندهاش طموح، ما عندهاش أهداف، دايما نظرتها الحياة سوداوية، أنت هتبقى زيهم. منطقي جدا وواقعي جدا. فأول حاجة انت هتختار البيئة أو المحيط اللي انت هتكون موجود فيه. تاني حاجة ودي الأهم، ان انت تعمل الحاجة حتى لو حاسس بشوية خوف.
لأن الناس اللي بتغير حياتها مش اللي ما عندهمش خوف، لكن اللي مش بيسمحوا للخوف ده إن هو يوقفهم. بدل ما تقعد تسأل نفسك هيحصل إيه لو فشلت، طب ما تسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو نجحت، لأن السؤال ده هو اللي هيخليك تشوف فرص مش عقبات.